الطريق إلى دمشق، الطريق إلى المستقبل في سوريا ليس سياسيا وحسب. وإذ لم يعد الشعب السوري الذي تجاوز نخبته المثقفة يكتفي بالكلام عن الحرية والديمقراطية والتعدد، فإنه بات اليوم يطالب السوريين جميعا بتقديم رؤاهم للمستقبل، عن إدارة الدولة وعن الخبرات وعن ثمار الثورة وانعكاسها على المنطقة والإقليم والعالم. المهندس وليد الزعبي أحد رجال الأعمال السوريين الذين بدأوا عملهم في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل ربع قرن من الزمان، وطاف على عالم الإنشاء والبناء بما أهله للحديث في إعمار سوريا كواحد من عشرات بل مئات من السوريين من كبار رجال الأعمال الذين يشكلون الآن مجلسا لدعم الشعب السوري ليقدم الأفكار والمشاريع ويتواصل مع الأمم ويرسم صورة مقترحة لسوريا الجديدة. أسعد الله أوقاتكم. نلتقي اليوم المهندس وليد الزعبي. أستاذ وليد، أعلنتم عن تأسيس مجلس لرجال الأعمال السوريين، يعني لتأييد ثورة الشعب السوري ولتقديم رؤية ما قلتم كما يعني قرأنا في بيانكم التأسيسي وكما ظهر في الإعلام. يعني يمكن أن نسألك الآن، ما هو الهدف من تأسيس هذا المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سوريا بلد جميل يسحر ويأسر من يزوره، فكيف بمن عاش به، ولد به وعاش به. سوريا كانت محط أنظار الدول الكبرى، وأدت الاضطرابات السياسية فيها إلى هجرات كبيرة، فمنذ الثلاثينات إلى اليوم أكثر من 15 مليون مهاجر سوري خارج سوريا، منهم في أمريكا اللاتينية ومنهم في مختلف أنحاء العالم. ولكن على الأقل هناك 7 مليون سوري لا يزالوا مرتبطين بسوريا ارتباط كامل. هؤلاء كل واحد منهم عبارة عن خبرة في البلد الذي سكن به. فمنهم كبار رجال الأعمال الذين ملكوا المؤسسات والأموال في مختلف أنحاء العالم، ومنهم رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى وبنوك كبرى. الآن مجلس رجال الأعمال هذا لا يضم فقط رجال أعمال يملكون المال، ولكن أيضا يضم خبرات واسعة، رجال يعني رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى. وهؤلاء التكنوقراط ممكن أن يكون منهم أناس يديرون البلد، منهم المدراء الكبار، منهم رؤساء الشركات المنتجة، ومنهم الوزراء. هل هناك دور آخر غير تقديم التبرعات من خلال هذا المجلس؟ نعم، تقديم التبرعات جانب صغير من دور رجال الأعمال. دور رجال الأعمال أصلا حتى في شركاتهم دور تنمية بشرية كبيرة وتنمية اقتصادية. فرجال الأعمال بالخبرات التي عندهم يساهموا في عملية إقامة مشاريع عملاقة في بلدهم، مشاريع كبرى، مشاريع خدمية، مشاريع تعليم، واستخدام هذه الخبرات في التنمية البشرية في البلد. أنتم رجال الأعمال السوريون الذين شكلوا هذا المجلس انحازتم إلى جانب الشعب. طيب، يحق لنا أن نسألكم لماذا لم تكونوا موجودين في الساحة السورية كما أنتم موجودون في المغتربات؟ لماذا لم تنشأ لكم مشاريع واستثمارات كبيرة في سوريا؟ الآن كل بلد له ظروفه الاستثمارية، وفي بلاد تكون بكر فيهاجر إليها الناس، هذا وضع طبيعي في الهجرات.
لكن الاستثمارات في سوريا، سوريا مرغوبة للاستثمار، وهناك عدد كبير يعني من المستثمرين حاول الدخول إلى سوريا بشكل أو بآخر. كانت يعني زيارات عملية للمسؤولين السوريين، منها يعني رئيس الجمهورية جاء إلى هنا أكثر من مرة واجتمع بنا ونادى أنه أي شيء إحنا ممكن نعمل نسهله، واطلع هو على نهضة دولة الإمارات وأنه كيف فينا نعمل يعني إن لم يكن مثل هذه النهضة مثل جزء منها. يعني هو دعاكم، بشار الأسد دعاكم إلى أن تستثمروا في سوريا. نعم. هل كان صادقا في هذه الدعوة؟ كان اندفاع كبير جدا من رجال أعمال سوريين وعرب وصناديق استثمارية، ولكن يعني مع الدخول كان المسؤولين السوريين ليسوا جاهزين، وكل واحد يتكلم يعني بشيء آخر وهم آخر أثناء الدخول. ماذا كانوا يريدون أستاذ وليد؟ يعني أول شيء ما في خبرة، يعني أول شيء ما في خبرة في الاستثمار، يعني هم ما عندهم خبرة في الاستثمار. ثاني شيء تحس واحد من يعني الاستثمار من اهتمامه، واحد آخر ليس له علم وهو مهم جدا، ليس له علم في الموضوع. ثم تفرقت الجهود، يعني جهود الناس القادمين من الخارج تفرقت بحيث لم يستفاد منها كما يجب. هناك مشاريع يعني مشت لكنها بالقطارة، مشاريع بدأت وأوقفت، مشاريع درست ووضع لها اقتراحات وكمان توقفت. يعني بستطيع أتكلم أنه 2008 عام التوقف، كل الأحلام تبعية المستثمرين كادت تذهب. يعني أنا عرفت أنهم يعني أنتم كرجال أعمال دخلتم إلى سوريا لتستثمروا بناء على تلك الدعوة، ولكن ما حصل سنة 2008 وما بعدها كان أن مشاريعكم هدمت، وأن أراضي صدرت، وأن يعني تعرضتم لضيم يعني في تلك المرحلة، يعني وكأنكم تعاقبون على استثماركم في سوريا، على مد أيديكم. يعني هو بتستطيع تقول سوريا يعني في التركيبة الحالية مليئة في التناقضات. يعني هل هم يريدون الاستثمار؟ هل هو من أولوياتهم؟ أم أنهم يريدون شيء آخر ويريدون أن يحلونه عن طريق الاستثمار؟ لا، يعني هناك قوانين في سوريا من الخمسينات، قوانين رديئة، ومجموعة القوانين منذ القانون، يعني القانون نحن فرنسي، يعني اجى مع الاستعمار الفرنسي، كثير من القوانين متناقضة، وتصر الحكومة ألا تلغي منها شيئا حتى يصبح لا أحد يستطيع أن يطمئن في البلد أبدا. أنا سمعت منك بناء على هذا الكلام، على الجملة الأخيرة التي قلتها، حتى لا يستطيع أحد أن يطمئن في هذا البلد في سوريا، سمعت منك مرة أن هذا النظام قائم على القلق، وأنه يشيع ثقافة القلق بين المتعاملين معه. يعني ماذا تقصد بهذا الكلام؟ يعني احنا أنا بتكلم عن المستثمرين، يعني خلنا احنا في جانب واحد. المستثمرين لا تستطيع أن تضمن استثمارك ضمن القانون، لأنه راح يجي قانون أنه ما بتعرفه أنت وغير مطبق، يخرجوا من الدرج وسرعان ما يصبح قانون وله قيمة، وتجد جارك مو مطبق عليه القانون وانت مطبق عليك، وبالتالي انت اصلا يعني تصبح بدون ضمانات. يعني القانون هو الذي يحمي الاستثمار، فما في ضمانات. كي أختم ملف مجلس رجال الأعمال، هل لديكم تصورات ما عن الشكل الاقتصادي الذي ستكون عليه سوريا بعد سقوط النظام في سوريا الجديدة؟ هل سيعمل مجلس رجال الأعمال على تقديم تلك المشاريع والتصورات عبر دراسات وملفات؟ شوف، نعم، يعني أنت الآن كاقتصاد اشتراكي ما ظل على وجه الأرض، ممكن 3-4 دول وفاشلات. اقتصاد اشتراكي ما ظل، يعني أنت تتكلم عن اقتصاد حر، هذا الاقتصاد السائد. حتى الاتحاد السوفيتي كل دوله الآن، ما هو أبو الاشتراكية وأبو الفكرة، كل دوله الآن اقتصادها حر. فأنت بتتكلم عن اقتصاد حر
أهم شيء فيه تضمن به الحقوق. فموضوع المستقبل الاقتصاد السوري نحن نؤمن بأنه سيكون اقتصاد حر يضمن للجميع حقوقهم بما في ذلك المجتمع السوري. يعني العالم يتساءل الآن، هو يبحث عن طبقة سورية تحل محل معاهده في سوريا. هذه الطبقة موجودة الآن، هناك سياسيين، هناك خبراء، هناك إلى آخره رجال أعمال. العالم يبحث عن خبراء يديرون البلاد في المستقبل. هل سيكون هناك صناعات حساسة تعلم، يعني هل سيكون هناك يعني خبراء قادرين على إدارة هذه الشؤون، تلك المؤسسات، صناعات ثقيلة إلى آخره؟ يعني الكلام وحده لا يكفي أستاذ وليد. نعم، هذا يعني من أبسط الأمور. السوريون الموجودون الآن في داخل سوريا هم من يدير هذه المؤسسات اليوم، وهم يعني موجودون، لكن يديرونها بلا فائدة للمجتمع. يعني أصبحت تجير لأشخاص. هؤلاء موجودون ويزيد عليهم المهجرون. هناك رؤساء من المهجرين من سوريا في أمريكا اللاتينية، رؤساء ولاقتصاديات ناجحة. فكيف ما بيقدروا يديروا مؤسسة أو يديروا بنك أو يديروا المؤسسات السورية تدار وبأعلى مستوى. في هذا المحور سنتحدث عن الضرورات. هناك الطرق، الإنشاءات، السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، كل هذا حقيبة واحدة، وربما هي حقيبة كبيرة ستحتاجها واحتاجتها في الماضي سوريا. ماذا لديكم أنتم كخبراء لهذا الملف؟ سوريا البنى التحتية فيها كلها قديمة، وبستطيع يعني أجزم أنه منذ السبعينات لليوم لم يقم في من الثمانينات، يعني السبعينات كان فيه، من الثمانينات لليوم لم يقم مشروع بنية تحتية عملاق، يعني تقدر تقول فوق 30 سنة. فسوريا متعطشة للبنى التحتية. مثلا السكك الحديدية احنا ما أقمنا أي مشروع بالفترة هذه، يعني ما، إذا أنا كنت بعرف، بس يعني ما بعرف مشروع أنشئ بعد سنة 80 بخصوص السكك الحديدية. المطار منشأ قبل 80. دمشق اللي هي تعاني من تلوث كبير، وبالتالي محتاجة لإعادة دراسة، وهناك دراسات لدخول دمشق المركز دمشق القديمة على الأقل دخولها عن طريق الكهرباء، يعني عن طريق قطار في الكهرباء، يعني عن طريق مترو، وبسيطة. يعني دبي عملته بسنتين. يعني احنا على الأقل المناطق الزاحمة جدا اللي هي مش حديثة واللي هي أثرية وما بيجوز احنا نقوم فيها بأي أعمال، وفيها مشاريع حلوة مدروسة يعني من 20 سنة، واحنا دخلنا بتفاصيل بعض المشاريع، منها تحت شارع النصر الاستفادة من فرق المنسوب ما بين شارع النصر والمرجع، انه ينبنى سوق من 3 طبقات ويطل باتجاه المرجع ودون اي يعني تخريب في التضاريس او في الارتفاعات او في واجهات المباني الاثريه، بدون اي شيء. المنطقة اللي تتكلم عنها هي أوقاف دمشق، يعني بس بزيد الأوقاف، ما بتخرب شيء. أهوائنا هيك إنه الأوقاف كلها مهملة وضايعة. فعندنا دمشق والتلوث اللي فيها مهم جدا. عندنا الطرق، لم ينشأ طرق كبرى، يعني هناك طريق مدروس الآن على أساس يوصل تركيا في الخليج يكون خارجي شرق الطرق الحالية. في عندنا احنا طريق البحر، بعدين عندنا طريق حلب دمشق، بعدين عندنا الطريق اللي هو دمشق درعا بس موصول لدمشق لا يتابع. هذا الطريق ممكن شرق الطريق هذا الطريق حوالي 600-700 كيلو، ما بعرف كيف دراسته وكيف يعني تمويله،
لكن الطرق هاي ممكن كلها تفعيلها. الآن النظام فقد شرعيته والعالم نزع عنه الشرعية، وهذا الكلام يعني الكثير، هذا ليس يعني شعرا، يعني هذا كلام عملي. فهل نزعت الشرعية عن كل تلك المشاريع في التي تم التعاقد عليها؟ ما مصير تلك العقود؟ استثمارات العالم في سوريا التي كانت قد بدأت، ما مصيرها في سوريا الجديدة؟ رأيي أنه بده يتوفى لكل حق حقه، لكل صاحب حق حقه. يعني هاي الشخص هذا اللي اجى يستثمر اجى على المجتمع السوري ولم يأتي على شخص، فالمجتمع السوري يضمن له حقه ما لم يكون يعني ما إذا كان صحيح، وإذا كان بعيد عن أي تلاعب فالمجتمع السوري والشعب السوري ممثلا بحكوماته القادمة هو من يضمن لهذه المشاريع حقوقها ولأصحاب هذه المشاريع حقوقها. تعلم أنه لدينا أكثر من 1.25 مليون من السوريين هم موظفون في القطاع العام، موظفون في الدولة، طبعا الموظفين مدنيين، هذا غير الجهات الأمنية والجيش. هؤلاء يعيلون أكثر من 6 ملايين سوري بأسرهم وعائلاتهم والمرتبطين بهم. ما مصير القطاع العام في سوريا الجديدة وما هو وضعه الآن كما تراه أنت؟ القطاع العام في سوريا أولا مو 1.25 مليون فيه. سوريا فيها 1.5 مليون موظف في المجمل من موظفين الخدمات مدنيين، 1.5 مليون موظف مدني، يعني هذا كلام وزير المالية إلي شخصيا من 4 سنين. فيها 1.5 مليون موظف مدني من قطاع البلديات والوزارات وكل ما يخص وقطاع الخدمات يعني. وفيها 750 ألف موظف ما بين عسكري، أمن، وزارة الداخلية، مجموع الموظفين في سوريا 1.25 مليون. فالقطاع العام ليس فيه هذه الأعداد. القطاع العام لا أعرف تماما كم فيه، يعني أنت قصدك القطاع العام هو الجانب المملوك من الصناعة أو المشاريع للدولة. أما الخدمات لا تستغني عنها التعليم وموظفين البلديات، هؤلاء لا تستغني عنهم البلد، هؤلاء لا تستغني عنهم البلد ولا يخصص هذا القطاع. يعني أنا بدي خدمات الجوازات تصير تسويها شركة ولا البلديات؟ هاي أبناء البلد بيقوموا فيها والدولة بتظل هاي للدولة. احنا نتكلم لما نتكلم القطاع العام، القطاع العام هو الصناعة، المصانع التي تديرها الدولة والقطاعات الإنتاجية. هذا القطاع خاسر. القطاع هذا ليش خاسر أستاذ وليد؟ هلا مهمل هو، يعني خلينا نقول كم خاسر. القطاع يكلف الميزانية 1.5 مليار دولار سنويا، القطاع العام. هذا القطاع أصلحته دول كثيرة، يعني إذا بتحب نتكلم، إذا في وقت نتكلم عن أصلاحه. القطاع هذا 1.5 مليار دولار خسائره. عدد الموظفين فيه أنا لا أعرفه، لكن هم جزء من 1.5 مليون اللي قلناهم. القطاع العام إذا بدنا نتخلص من خسارته، في الصين مثلا قامت، وهون ضروري تماما انه نعرف انه ليسوا موظفين الدولة كلهم قطاع عام، فقط المطلوب منهم انتاج. انا اذا كنت بشتغل يعني بمكتب عقاري او ببلدية او هاي البلد بحاجتي، ما راح تتخلى عني، يعني لازم، او بالمحافظة او باي مكان او بوزارة. احنا نتكلم عن المنتجين، هذا كله خاسر. مصانع الكونسروة، مصانع النسيج الحكومية، مصانع الزجاج، إشي أغلق منها وإشي لم يغلق. الآن الصين حلت المشكلة هاي، لأنه هي في مشكلة اجتماعية. إذا فنشتهم أنت، إذا ألغيت عقودهم أو فنشتهم، في مشكلة اجتماعية. الصين ألغتها، قالت لهم تعالوا بجزء منهم، يعني أنتم بدنا نعطيكم المصنع، أسهم حسب رواتبكم أو طريقة ما يعني بتقوم فيها الدولة، وانتم حرين، بدكم تديروه، بدكم تبيعوه. فبصير هالمصنع مساهمة للعمال اللي فيه. عندما يصبح القطاع العام مخصصا، يصبح حق الدولة نت بروفيت،
يعني أنا مسؤول عن الخسائر والتعب والمشاكل والإدارة وحسنها والإشكالات وتأمينات العمال ورواتبهم، أنا ما أنا مسؤول عن شيء، لكن أنا إلي حق في الربح الصافي. خلينا نروح على فاصل ونتابع حديث. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمتابعة حوارنا مع المهندس وليد الزعبي في الطريق إلى دمشق. أهلا بكم من جديد. المدن السورية أستاذ وليد، يعني لدينا في سوريا مدن تقصف الآن وتدمر، مدن عريقة، دمشق وحمص وحلب وإدلب واللاذقية ودرعا ومدن كثيرة ودير الزور والرقة وكل هذه المدن. هذه المدن عانت خلال طبعا وحما أيضا، يعني كي لا ننساها لأنه مثال مهم، عانت خلال العقود الماضية من ما سمي بالترييف، يعني تهجير سكان الريف ودفعهم للسكن في المدينة، مما أدى إلى الاكتظاظ السكاني والزحام، وأيضا تم تفريغ الريف وتفريغ هذه الحرفة يعني العريقة في سوريا وهي الزراعة من روادها وزبائنها يعني وصناعها. هو ملف صعب لأنه يرتبط مباشرة بحياة الناس. ماذا تقول عن المدن المكتظة وترييف تلك المدن؟ شوف، احنا كباحث عملي في موضوع المدن، خلينا ناخذ نموذج دمشق. تم مناقشته مع المسؤولين السوريين أثناء أول زياراتنا لسوريا كزيارات عملية، لأنه النهضة اللي في الأمارات الباين منها تماما أكثر مباين هو عملية البناء، وبالتالي هم لما أعجبوا يعني كانوا يسألون هناك عن عملية إصلاح المدن السورية. الآن إصلاح المدن السورية حتى أصعب من يعني ما تتصور أنت. المدن يعني لا أعرف من يعني فهمنا أو حاجتنا لأنه نبني غرفة في سوريا في أي مكان في سوريا تجد من يقف في وجه المخططات التنظيمية. لا أعرف من يعيق المخططات التنظيمية في سوريا. هل هي من أجل الرشوة؟ هل هي من أجل تخريب البلد؟ وبالتالي انتشرت العشوائيات بطريقة يعني فوضوية. أكثر من نصف دمشق عشوائيات. لذلك احنا لما نروح لهناك أول ما يسألونا شلون بدنا نتخلص من العشوائيات؟ طيب أول شيء كيف بدك تتخلص من العشوائيات وفيها ملايين الناس؟ أول شيء افتح المخططات التنظيمية. مخطط تنظيمي في قرية بدك 50 متر ممكن يجلس 20 سنة. لا يمكن تعرف. ما بعرف، أنا سألتهم يعني أعلى مستويات الدولة ليش ما بتعملوا مخططات تنظيمية؟ الحقيقة هاي حقيقة. هل هي من أجل يعني ممكن تكون من أجل الرشاوي؟ يعني نظام بيروقراطي يتشكل عمره صار جيلين أو 3 من الموظفين لمحاولة يعني أول شيء أنت ما بدهم خدمات منك الناس، قول لهم هون بتبني هون ما بتبني، بس حط مخطط تنظيمي بين فيه الشوارع والحدائق والمدارس وخلي الناس يبنوا بدون كهرباء وبعدين بتوصلهم الخدمات. كيف ما في واحد بده يبني إلا بيبني؟ أنت ما بتمنع البناء قاعد، بس بيروح بيعطي للناس فلوس للموظفين من جهات مختلفة حسب حجم البناء اللي بده يبنيه وهو بيبني. طيب ليش ما بيبني ضمن مخطط؟ وبعدين بترجع أنت بتوصل له كهرباء. المشكلة أنه بترجع بتوصل له كهرباء. من الذي يخرب؟ أنا لا أعلم. هو حتى يعني رأس النظام قبل 2 أو 3 سنوات أصدر مرسوم جمهوري بهدم العشوائيات وبتصعيد العقوبات وتشديدها لمن يبني العشوائيات فيعني كيف يعني أنت تضيق على الناس بهذه الطريقة؟ لا تسمح لهم بالبناء؟ ليس تضييق. أنت لما تصدر هذه التعليمات الصارمة المتشددة فقط ترفع سعر الرشوة، لا تعمل أي حل. إحنا طرحنا حلول طبعا بال 2005 وال 2006 بالمناقشة مثلا مع الوزراء، مع عدد منهم ومع نواب
رئيس الوزارة للشؤون الاقتصادية والخدمات مع محافظين دمشق المتعاقبين، كان لي رأي وانقال بال 2006 بالتلفزيون السوري، وحتى بس اقتطعوا منه شيء بس بمؤتمر صحفي، انه احنا لازم نقل دمشق، نقل مركز دمشق. يعني انت كيف بدك تقنع الناس يتركوا نهر عيشه؟ لانه من بين الخطط الموضوعه والمخطط الموضوع يعني ضحيه نهر عيشه الغائها، وكانوا هم عرضوا نهر عيشه وعش الورور و86 اللي هو مدخل دمشق الجنوبي. نعم. تقصد؟ لا، والعش الورور مقابل هيئه تخطيط الدوله ووزاره التموين، و86 في اخر المزه جبل او المكان. فانا كان يعني طرحي ليهم وشرحي انه كيف بدك تلغي نهر عيشه والماشي يستطيع ان يصل الى لب دمشق ب10 دقائق. لابد ان تجعل هذه الضاحيه اللي هي كلها مخالفات اقل قيمه للموظف اللي بده على عمله. كيف؟ قلنا لهم لازم تنتقل دمشق، وانا ما يعني بجيب فكره عبقريه من عندي. ماليزيا انتقلت على بعد 50 كيلومتر كوالالمبور، دبي نيو دبي انتقلت كمان على بعد شيء 30-40 كيلومتر وانشئت هناك، فقلت اهميه المكان القديم. فالمكان القديم انت لما بتحطه بمكان جديد، اول شيء يعني انا كنت الاقتراح انه تحسب المساحه، تأخذ. ليش تصادروا مساحات من الناس؟ على مين اقترحتوا هذا الاقتراح؟ على بشار الأسد؟ لا، كان نقاش مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، كانت بأحاديث جانبية مع رئيس الوزراء، وكانت مع عمر غلونجي وزير الإسكان، وكانت بجلسات كثيرة. الأرض هاي بتأخذ منها 30% شوارع وحدائق، و30% ذخر للدولة وتطويرها، و30% بتبيعوا على التجار. انه انا بدي ابيعك بارقى احياء دمشق قطعة ارض مساحتها 1000 متر، ال1000 متر كم مكلفني؟ مكلفني 50,000 ليرة، $1000. بدي ابيعك اياه ب$2,000,000 بشتريه، وعلى اقساط 5 سنين، وبتبني المدينة هاي بسعر اقل بصفر. والمدينة القديمة ودمشق الحالية، دمشق الحالية بتفرغها من العشوائيات، بيبدأوا يقبلوا لما بتنقل الوزارات على أماكن ثانية مثلا كلها والجامعة وهي، بيبدوا يقبلوا الناس، بتظل المدينة القديمة بأسواقها وبجمالها وبكل شيء، لكن بيبدوا يقبلوا أصحاب العشوائيات بشوي أريح، لأنه بتعطيهم أنت بيوت أجمل من اللي هم فيها بصورة أو بأخرى، لأنه هذا في عليه خلاف بسوريا، لأنه سوريا حتى وزاراتها المباني تبعها مسروقة من الناس، لذلك هذا الظلم المتراكب يدفع ثمنه السوريين. هذا الحقيقة يحتاج لجهد جبار، لا يحتاج مال. أفكار. عملية النقل لا تحتاج مال، ما تبيعه من أراضي لكبار التجار والناس الراغبين في الاستثمار، شرط يكون عندك مصداقية. أنا بدي أسلمك البنية التحتية مثلا ب3 سنين ب4 سنين تدفع أقساط. إذا بدأت هيك أنا برأيي هذا ما بده مال، بده إرادة سياسية عليا، بده تعاون وقناعة بالفكرة من كل الناس والسكان، وينعمل لها دعاية كبيرة وشرح كم فائدتها على المجتمع وعلى دمشق. وطبعا في يعني أهم موضوع عندنا لأنه دمشق والكهرباء نفس الشيء، لكن موضوع جر المياه كيف بدها تترتب. طيب أنت يعني تحدثت عن المصداقية والإرادة السياسية، يعني بلد مثل الإمارات، هذا البلد توفرت فيه إرادة سياسية كبيرة جدا بأنه بلد يذهب باتجاه التنمية. أراد هذا البلد، أرادت قيادته أن تذهب باتجاه التنمية والتطوير، فنفذ إرادته فحقق ما أراد. لماذا سوريا بلا تغير أو تطور أو حداثة؟ لأنه لا يوجد قرار سياسي بهذا الأمر، بل ربما بالعكس يوجد قرار سياسي بعدم التحرك إلى الأمام. شوف في الإمارات، إحنا 25 سنة هون، الإمارات
لا توجد لدى الدولة ثقافة الأذى. لا يمكن، يعني إذا أخطأت بدوروا لك على حل. لا توجد ثقافة الأذى عند الموظفين، عند الدولة، لا توجد أبدا. هي ثقافة يعني الحقيقة راقية، فيها حب الخير، فيها التسامح، فيها فقراء العالم موجودين في الإمارات. لا، الدولة فيها عندنا حقيقة فيها ثقافة أذى، من الموظف الصغير للكبير. يقول لك إذا ما بتعطيني بخرب لك. أي دولة؟ بالدولة السورية فيها ثقافة أذى. هذه الدولة التي يعني وصفت بأنها فيها ثقافة أذى لديها مصادر دخل، لديها ما يمولها. ما هو أو ما هي مصادر الدخل الحكومي في سوريا؟ سوريا خلنا بأرقام خشنة وتقييم سريع جدا وقريب من الواقع. سوريا دخلها حسب الميزانية الموجودة لا يوجد، أرجو أنه يعني كمان أنا حتى يعني أنا رجل أتكلم في الأرقام، فأرجو أن يعني يكون هناك في هامش، لأنه لا يوجد شفافية في الأرقام في سوريا، ولا حتى صاحب العلاقة ما بيعرف. لكن أستطيع أن أقول أن سوريا لها دخل من الضرائب والجمارك 7.5 ل 8 مليار دولار، وهذه مصدر الدخل المعلوم في الميزانية فقط. من الجمارك فقط؟ من الضرائب والجمارك 7.5 مليار دولار إلى 8 سنويا. هذه تذهب، يعني هذا الطرف دخل. وين بتروح هي؟ هذا بتروح رواتب، خدمات وصيانة للمشاريع، ومشاريع جديدة. المشاريع الجديدة لا يوجد منها مشاريع ذات قيمة. لذلك هاي الميزان الموازنة السورية. عندنا دخل من الضرائب، الجمارك جزء من الضرائب، وصرف على رواتب الموظفين، صيانة المشاريع الموجودة القائمة، والخدمات، التعليم طبعا، التعليم والصحة عندنا لا تزال، وإن كان مستواها متدني لكن لا تزال يعني فري بدون مقابل. طيب شو مصادر الدخل الأخرى غير الرسوم والضرائب؟ هي الثروات الباطنية. عندنا البترول والغاز، البترول والغاز والفوسفات، وتضيف لها ثروة وطنية مهمة جدا اللي هي الاتصالات. حصة الحكومة من الاتصالات، يعني الاتصالات أوكي تدار بشكل خاص، لكن ما هي حصة المجتمع السوري؟ سوريا بلد غني، تقولون أنتم هذا الآن، يعني الثورة السورية والمعارضين السوريين ورجال الأعمال والخبراء، بينما النظام طيلة العقود الماضية كان يشيع أن سوريا بلد فقير بالإمكانات، وأنه يعني يحتاج إلى المساعدة ويحتاج الصبر من شعبه عليه، ويحتاج أن نراعي يعني ظروف البلد. هل صحيح أن سوريا بلد غني؟ هل صحيح أن سوريا بلد ليس فقير؟ خلنا نقول سوريا متعطلة لها سنة كل شيء متوقف، ولا يزال الاقتصاد معقول. سوريا بلد غني، يعني البترول على أقل تقدير هو 400 ألف برميل في اليوم، على سعر $100 15 مليار دولار في السنة، يعني بحجم الموازنة العامة مرتين. إذا 800 ألف برميل في اليوم 30 مليار دولار في السنة، يعني حجم الموازنة العامة 4 مرات. البترول طبعا لم تكن هذه الأسعار سابقا، لكن معروف يعني في النت بتطلع أسعار البترول. الغاز عندنا 27 ل 40 مليون متر مكعب في اليوم. الفوسفات يعني ممكن تصل لمليار وربع دولار في السنة. والاتصالات لازم ما تقل حصة الدولة عن مليار لمليارين، يعني لا أعرف عدد المشتركين. حصة الحكومة السورية، حصة يعني المجتمع السوري
يعني الخصخصة ما هي مشكلة، بس تأخذ حق المجتمع السوري منها، تأخذ حق الفقراء، تأخذ حق المجتمع، تأخذ حق الدولة اللي بدها تستخدم في التنمية، وبالتالي تقليل البطالة وتقليل فتح مشاريع أخرى. فأنت لو تكلمت بهذول يعني أكيد بتقول وبنفس عالي راح يصب في الدولة، أنا ما بدي أبالغ، ما بين 10 مليار دولار ل 20 مليار دولار من وقف الفساد بكل أنواعه. خلينا نقول 10 مليار دولار، هذولا أكثر من حجم الميزانية مرة وربع. فسوريا دولة غنية، فالقائمين عليها يعني بيستبيحوها، هالسلسلة القائمة عليها بتستبيحها. فالثروات هاي غائبة عنها الشفافية، غائبة عنها دقة المعلومات، أحيانا يقولوا نصرفها على الجيش. وفي عندنا مشكلة احنا في بالقانون، يعني انه يعني يستطيع رئيس الجمهورية سحب أي شيء بده، يعني ما بعرف ضمن الدستور أو ضمن صلاحية مطلقة لسحب المال، يعني لا يسأل فيما صرف. يعني لا أعرف مدى يعني هذا الكلام راح يسبب، أنا ما بعرف إذا كان هذا الكلام أخبار طيبة أو أخبار سيئة بالنسبة للسادة المشاهدين. أنا شخصيا يعني لما بسمع هذا الكلام يعني بأسف على أنه كيف عايشين الشعب السوري، يعني أفقر سنوات طويلة. دخل المواطن، يعني أنت بتعرف أنه دخل المواطن متدني جدا في سوريا قياسا 30-40% عندنا. يعني احنا لولا الاغتراب يعني بيكون الفقر كمان أشد، لكن عدد المغتربين بالنسبة لعدد المقيمين كبير، وفي تدفقات نقدية كبيرة بتجي من برا. لكن في المجمل الشعب السوري فقير. انت هذول المبالغ لو استخدمت في التنمية فعاليتها عالية جدا. يعني انت ما بتعرف كم بتشيل عنك بطالة، وكم بتحقق لك يعني نوع من التنمية البشرية العالية اللي مع الزمن بتكون يعني ثروة للبلد، لأنه أهم ثروة قبل المال هو الإنسان. خلينا ناخذ فاصل وبعدين نحكي عن الصناعة في سوريا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لحوارنا مع المهندس وليد الزعبي. أهلا بكم من جديد. الصناعة في سوريا، يعني سوريا كانت في الماضي معبر طريق الحرير تعلم، وكانت يعني بلد كانت دمشق تعد مركز تجاري عالمي. لما كان حرير ذلك الزمان هو نفط ذلك الزمان، لم يكن هناك بترول أو كذا. فالسوريون لهم علاقات دائما كان بالتجارة والصناعة، يعني أنتم يعني في سوريا عرفتم بهذا. ظهرت صناعات في العهدين الماضيين، الأسد الأب والابن، لا علاقة لها بالبيئة المحلية السورية، يعني تصنيع المطاط، تصنيع يعني أشياء بعيدة كليا عن حياة السوريين. برأيك ملف الصناعة كيف يمكن النظر إليه سابقا والآن؟ الشعب السوري شعب صناعي، يعني في عدد كبير من الصنايعيين، وحتى يعني مثل ما تفضلت في الصناعات القديمة بعد بقايا منها صناعات يدوية وتحف موجودة في سوريا. الآن نتكلم عن الصناعة اليوم. الصناعة اليوم احنا كانت اقتصادنا يساوي، ما بعرف مدى دقة الكلام، لكنه انه يساوي اقتصاد اسبانيا قبل يعني في الأربعينات والخمسينات، قبل نظام البعث. يعني في المرحلة هاي كان يساوي اقتصاد إسبانيا. كانت عندنا صناعة النسيج راقية جدا ومشهورة، والنسيج السوري من أفضل أنواع النسيج، والصناعات كانت لتجار. فنتيجة الوحدة مع مصر قامت الدولة في التأميم والإصلاح الزراعي، وكان يعني لا يعتقد الشعب السوري أن عملية التأميم كانت لمصلحته. الآن الصناعات الواعدة في سوريا
يعني احنا الغريب انه ارضنا قسم كبير منها يصلح مادة أولية للإسمنت ونستورد إسمنت. المصانع عندنا بالثمانينات كان عندنا اكتفاء ونقدر نصدر بأول الثمانينات. كانت يعني احنا مرتبطين في لبنان بعلاقات اقتصادية من تحت الطاولة. مصانع الإسمنت اللبنانية حتى تورد لعندنا كانوا عطلوا مصانع السورية بحيث يجيبوا اسمنت منها. الحديد كان يجي ينباع ثمنه بالعالم 200 دولار، ينباع للشعب السوري ب1000 دولار، ويجي عن طريق لبنان. حتى انه يعني علي طرابلسي الله يرحمه، علي طرابلسي كان وزير صناعه، فقال لي انه قلت بمجلس الشعب يعني ليش احنا الحديد ما يكون الدخل هذا الربح ال4 أمثال هذول او ال5 أمثال يكون لصالح الميزانيه، احنا نستورد حديد، ليش شو المانع ما نستورد حديد؟ فقال لي يعني خلال ايام اللي رفعت كل الحصانات عني، وكان الرئيس حافظ أسد يجلس معه يوميا بشركة جبل قاسيون، وبالتالي له حصانة، يعني معروف أنه عندنا المنصب ما له قيمة بقدر العلاقة الشخصية. قال لي خلال 5 أيام رفعت كل الحصانات واتابعت، وحتى جلست عند كفتاره. بعدين استشاروا الرئيس أنه لا اعتقالي، فقال لهم لا تعتقلوا، وجلست في بيتي لا أملك ما أصرفه على نفسي. فأي استغلال، أنت الشركات العادية بتربح 10%، 5% في الحديد. الحديد مثل الذهب، يعني سعر عالمي. كيف الشعب السوري يحصر حتى يأخذ من الحديد القادم المستورد من العالم ثم لبنان أو على الموانئ السورية؟ يعني لا أعرف تفاصيل، ولكن الحقيقي أن الشعب السوري كان يشتري الحديد ب5 أضعاف سعره العالمي. أنتم سوريين وجئتم إلى سوريا، عدتم إلى سوريا لمحاولة يعني تقديم خبراتكم ورأس مالكم وإلى آخره للاستثمار، ولكن هناك ناس يعني ليسوا سوريين جاءوا إلى سوريا ليستثمروا، وتم التضييق عليهم وتمت محاصصتهم عنوة، ثم يعني نفروا من العمل في سوريا. ماذا تقول عن هذا؟ يعني سوريا الحكم فيها والحكومة يعني كادت يعني بدها يعني خلنا نقول فصلت كل شيء حسب مراق شخص أو شخصين أو 5، وكانت تريد أن تفصل مستثمرين بعقليتهم وأفكارهم وكل شيء نفس التفصيل، وهذا غير ممكن. طيب في سوريا الحرة القادمة هل تتوقع أنه رح يكون المستثمرين يعني يواجهوا نفس الشيء؟ مستثمرين العرب، الأجانب، الخليجيين، أنتم هلا ما الذي سيضمن يعني أن لا يواجهوا نفس العقليات التي تريد تفصيل المستثمرين على قياس؟ أول شيء لن تكون السلطة بيد واحد، يعني تجميع السلطة بهالطريقة الضيقة جدا بيد واحد حتى ضار له لشخص ضار، فلن تكون السلطة كلها والخيوط كلياتها بيد واحد، وتجتمع الخيوط من العامل لأعلى المستوى بالبور يكون بشخص واحد. احنا عندنا مثلا خلينا نقول قريبين من النظام الفرنسي، الرئيس يعني يتدخل في الداخل بشكل بسيط، رئيس الوزراء بيده بور وتتوزع البور ما بين البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمؤسسات الأخرى، لكن ما راح يكون. عن مين واحد تقصد واحد؟ الرئيس. عندنا احنا كل شيء بيد الرئيس، كل شيء يعني هو كان سبب المشكلة أمام الاستثمار؟ أنا برأيي كان هو حاب يستثمر بالطريقة اللي بده إياها هو، وكان شو هي الطريقة اللي بده إياها؟ خلني أقول لك، بده هو رجال استثمار يعني سمعا وطاعة، مو بس سمعا وطاعة، بده هو يكون هم وما يملكون تحت أمره بطريقة يعني فجة. هل الرئيس وقف ضد الاستثمار؟ أنا برأيي كانت الهموم الأخرى يعني هي اللي تأخذ ووقف أي شيء. يعني أنت شو يعني أنت شعب
يعني مسؤولين متعودين على الدسائس والفتن فأي إشارة له وأيضا معتادين على الكسب غير المشروع، بيأخذوه. الكسب غير المشروع. يعني مثلا أحد المسؤولين الكبار اللي جابهم الرئيس حتى يطوروا، فجالس هو الرئيس فيعرض أفكار، فيقول له الرئيس ممكن الأمن ما بيرضى. أول ما إجا وهو يعني أول بداياته ممكن الأمن ما بيرضى، كل ما يطرحوا فكرة خلينا نشوف الأمن، خلينا نشوف. الرئيس بيقول ممكن الأمن ما أي نعم أي نعم. فبيقول له المسؤول قال له لا يروح الأمن يعتقلنا أنا وياك. طبعا للتنبيه أنا متأكد جدا أنه الباور كله بيد الرئيس، ما يفكر حدا أنه الأمن له باور، لكن الأمن يشير ويخوف. فما دامت همومك أنت كشخص صاحب قرار باتجاه معين فهو يلعب على هذا الوتر ويشل قرارك. إذن سوريا المستقبل ما حيكون فيها هذا الأمر؟ هذا ما نأمله، وإن شاء الله سيكون ليس في هذا الأمر. خلينا نروح لفاصل بعدين نحكي عن الناس، عن الشعب السوري الذي يحلم الآن ويقتل الآن ويموت ليحيا. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمتابعة حوارنا مع المهندس وليد الزعبي. أهلا بكم من جديد. الشعب السوري الآن في مخاض لولادة جديدة. هل يمكن أن نقول لهم أننا إذا طورنا المجتمع يمكننا أن نحصل على ما يسمى بتنمية بشرية ومهنية بشكل علمي وواعد كما تقول ومؤكد؟ يعني هل هؤلاء الذين يخرجون الآن في المظاهرات من أجل الحياة الجديدة لديهم أفق من هذا النوع؟ هذه البلد سوريا مرت عليها حضارات كثيرة وغزتها الإمبراطوريات القديمة والحديثة، وجلس جزء من هذه الشعوب وتصاهر مع سكانها فخلق حكمة وذكاء لدى هذا الشعب. هذا الشعب الذي يعيش اليوم حالة مدمية تبكي. الشعب السوري كيف قال عنه شوقي قبل حوالي 90 سنة أثناء الثورة مع الفرنسيين: إذا فعلوا فخير الناس فعلا، وإن قالوا فأحسنهم مقالا، وإن سألتهم الأوطان أعطوا دما حرا وأبناء ومالا. كيف بشوقي لو رأى السوريين اليوم. السوريين اليوم يعني المناظر التي ترى والدماء التي تسفك ويلاحقون في أزقة مدنهم ومساجدهم ويقتلون. هذا الشعب الذي حلم بالحرية وهو في طريقه إلى تحقيقها إن شاء الله، أبشره أنه إذا قرر من حقه أن يحلم بمستقبل أفضل، وإذا كان هناك إيمان مطلق بفكرة التطوير لدى الشعب السوري، فإن وراء هذا الإيمان قوة هائلة لتحقيقه، وهو سوف يتحقق بإذن الله. فتطوير سوريا يتحقق بجهود هذا الشعب، هذا الشعب المظلوم الذي يعني مع وسائل التصوير الحديثة والاتصال الحديثة لا يوجد شعب ظلم كهذه المظلمة. رآه 6 مليار من الناس، يعني كان حري أن يعامل أحسن من هذه المعاملة. فأنا باعتقادي أن سوريا سوف تتطور وستكون مستقبلها أفضل بكثير إن شاء الله من اليوم. طيب، على مستوى التنمية البشرية المهنية والقيمية، هل لدينا إمكانات بأن ندرب المواطنين السوريين، الكوادر البشرية، كي تكون جاهزة لبناء اقتصاد سوري قادم قوي؟
خلال الفترة الماضية خلنا نقول يعني ولا سيما فترة الثمانينات والتسعينات وحد الآن تكاد تكون يعني إما درس، المهم ما تم كان مقصود فيه حرف جزء كبير من الشعب السوري عن قيمه. وأنا قلت في موقف بعام 2003 أن الجهات الأمنية مدارس من مدارس الكذب، وبالتالي أثرت على الحياة العامة السورية، وأثرت على الدوائر الحكومية وعلى الموظفين، وبالتالي وجد جيل لا يعلم أن الحياة كلها صدق والكذب نشاز. وكذلك كثير من القيم، يعني تكاد تجزم بموظفين سوريا الذين تكلمنا عنهم هل يوجد 10 أو 20% لا يرتشون؟ هل يعلمون أنه في العالم الآخر، في الطرف الآخر من العالم، أن 90% من موظفي العالم لا يرتشون؟ هل يعلم هؤلاء؟ ولذلك لابد من إعادة النظر في جملة القيم أولا للتنمية البشرية، لأن القيم الفاضلة، هذا فلاسفة غربيون يقولون ورجال أعمال ومفكرون غربيون يقولونه، أن القيم الفاضلة هي حجر الزاوية في التنمية البشرية. الأمانة، ما رأيك من يحمل المال ومن يصرف المال ومن يأخذ قرار في المال ليس لديه أمانة؟ أنا لا أتكلم عن مثالية تامة، ولكن هذا موجود في الدول، على الأقل بتلاقي نسب عالية، مئوية عالية. الانتماء الوطني، الآن بستطيع أجزم أن غالبية الناس لا يشعرون أن هذا الوطن وطنهم ولا هذا الجيش جيشهم. هاي القيم هي الجناح الأول إذا وضع. الجناح التقني إذا تم ووجد شعب بها القيم، الجناح التقني سيتم بطريقة سريعة جدا. طيب، أعود يعني أتابع في موضوع البلد المنهار. أنت تقول الدولة لن تنهار. هناك نظريات تقول أن سوريا ستكون محتاجة إلى مشروع مارشال جديد كما حصل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. يعني أنت ترى الآن المدن تدمر والبنية التحتية تنسف، يعني سوريا سيعاد إعمارها. فيعول عليكم أنتم يعني في القطاع الخاص ورجال الأعمال أنكم ستساعدون في هذا. فماذا تقول للشعب السوري الذي يعني يتخوف من هذا الاحتمال وينتظر أيضا تطمينات بأن مشاريع إعادة البناء ستكون قائمة؟ نحن نتمنى أن يعني يكفي ما حدث، وأن كان كبير جدا وصار تخريب كثير، لكن لابد من عمليات بناء. إذا يعني حتى الوضع الحالي هناك في يعني تقارير الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتقول أنه 1.5 مليون سوري بحاجة مساعدة اليوم. فالمنازل اللي تهدمت بده يتساعد الشعب السوري كله والدولة في عملية إعادة البناء، إضافة للمساعدات الخارجية. وأنا بتوقع أنه العالم راح يساعد السوريين بعمليات البناء، ورجال الأعمال سيكونوا جزء من هذا العالم. طيب، ماذا تقول للمجتمع الدولي الذي يحرص على الحصول على تطمينات بأن من سيمسك زمام الأمور في سوريا المستقبل القريبة، سوريا الجديدة، لن يكون ظلاميا ولا تجهيليا ولن يذهب بسوريا إلى صومال آخر؟ يعني احنا ما نهدف إليه ونسعى إليه ونتمناه لبلدنا أن تكون دولة تلتزم بالتزاماتها وبعقودها وبمعاملتها مع القريب والبعيد والعدو والصديق. العدو له عليك عهد، إذا كان بينك وبينه عهد لازم توفي فيه، وإذا ما بدك بتقول له أنا ما بدي. فالصراحة والوضوح ستكون يعني ما يتمناه الشعب السوري. الشعب السوري
مل الخداع، الشعب السوري مل المكر، الشعب السوري مل الكذب. الكذب يرى بأم عينه الشعب السوري، ثم يقول وكأنك بتقول له اللبن أسود بيسكت وهو يعلم أن اللبن أبيض. ماذا تقول للشعب السوري الآن، للشهداء منهم وللشهداء الأحياء؟ الله يرحم الشهداء، وبقول للموجودين الباقين أنتم طلبتم هدفا ساميا، وهو أن تعيشوا أحرار وأن تعيشوا بكرامة. هذه الثورة ثورة كرامة. يجب أن يعرف الخصم، يجب أن يعرف المسؤولين أن هؤلاء الناس بلا كرامة، يعني تدوسون كرامتهم بالشوارع وبالحذاء. فهؤلاء من حقهم أن يعيشوا في كرامة، وما طلبوه يعني هو حق لكل شخص على وجه الأرض أن يعيش بكرامة وبأمان ولا يظلمه أحد. يعني هذا ما يتوقع. الشعب السوري ظلم في كل شيء في هالفترة، ظلم في الماء، في الطاقة، في كل الخدمات، ظلم في الدماء، استبيحت الدماء والأموال، تكسر المحلات أمام الكاميرات وتؤخذ ممن؟ هؤلاء الذين ربوا على دم الشعب السوري، الجنود الذين ربوا عضلاتهم من دم الشعب السوري، لماذا يسفكون دماءه وينهبون أمواله؟ ما هذه الخصومة وما هذه العداوة؟ ومن أجل من؟ 23 مليون سوري أهم من شخصين أو 3 أو 5. سوريا الواعدة كما يحلو لهم أن يسموها هي ذاتها سوريا العريقة التي كانت طريق الحرير ومعبر القوافل والمركز التجاري العالمي المذهل في أواسط القرن 19 وحتى بدايات القرن 20، وهي التي بدأ سياسيوها الكبار حياتهم العامة من خلال مساهمتهم في إعمارها وبناء مؤسساتها الاقتصادية والصناعية. فصورة كهذه بالأبيض والأسود تظهر كم كانت السياسة أكثر بكثير من مجرد الكلمات. وهذا كان مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطني في دمر في العام 1936، دولة خالد العظم، دولة جميل مردنبك، دولة عطا الأيوبي، دولة فارس الخوري، دولة لطفي الحفار، نعيم أنطاكي، سهيل الخوري. سوريون عملوا على البناء بينما تهدم كتائب الأسد بيوت سوريا فوق رؤوس أصحابها وتحرق الشجر والحجر.